السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا اللي متابعينا من كل مكان. طبعا نقول لحضراتكم كل عام وانتم بخير. ان شاء الله نحاول ان احنا نمتعكم على قد ما نقدر في الفيديو ده. هنا طبعا برامي اسمنتية زي ما حضراتكم شايفين، المنظر سيء جدا، كلها سوس، كلها الحامات، كلها يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحة. طبعا المنظر غني عن اي كلام يتقال، ولكن خلاص قدر ربنا ان احنا اتحطينا في الوضع ده، وان احنا لازما نسد ونطلعه حاجة كويسة جدا بإذن الله. هياخد شوية تعب مننا شوية، مش مشكلة. المهم ان احنا في الاخر نحصل على نتيجة كويسة. وطبيعي انت مش هتاخد الشغل كله يكون مفهوش اي غلطة، لازم تلاقي شغل فيه غلطات، وهنا تبان الصنعة بتاعتك وتبان خبرتك في التعامل مع الحاجات اللي انت بتشوفها دي. هنا طبعا زي ما احنا شايفين منظر الاسمنت، لحامات عالية جدا، ما تنفعش حتى تتصنفر لانه اسمنت، والبقع اللي جاي عليه بالاسمنت فماسك في الموضوع كان مش سهل ان هو يوصل للمرحلة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا هنا دي كانت اول حاجة، بعد كده صنفرناه بالصاروخ. ما صورتش أنا المراحل ديت عشان اختصر عليكم الوقت وما اطولش عليكم اكتر من كده. بعد كده عجناه، ادينا له بطانة، لقطنا الحتت اللي هي كانت خاسة السوس اللي هي زي دي كده، مرة واتنين وتلاتة، وصفرنا وادينا تاني بوهية. المهم في الآخر لحد ما وصلنا لنتيجة إن هي تكون نتيجة مرضية. هنا طبعا دي مرحلة التلقيط. بعد كده اتسحب سحب كامل لأن لقيته التلقيط مش هينفع. تمام. بعد كده هنخش على المرحلة اللي بعد كده، مرحلة الصنفرة والتنظيف، وإن هو يكون الشغل جاهز على الفينش بتاعنا. ده برضه وش قبل الفينش بنعمل عليه مراجعة إن هو يبين ويكشف معانا أي حاجة معدية. بعد كده صنفرنا وقفناه على الفينش بتاعه زي ما احنا شايفين كده. هنا لسه برضه كان فيها شغل تاني ولسه فيها معجون تاني. هنا دخلنا على مرحلة الصنفرة زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده خلاص هنخش على المرحلة النهائية بإذن الله، مرحلة الفينش. هنا طبعا المرحلة قبل الفينش إن إحنا صنفرنا ونضفنا بالمسدس، شلنا أي غبار أو أي أتربة واقفة على الشغل. بعد كده نخش على مرحلة الفينش وهي آخر حاجة، وكده يبقى أنا اختصرت المراحل على قد ما نقدر. هنا طبعا ديت مرحلة الفينش، احنا طبعا عملناها حاجة ما تكونش مكلفة وفي نفس الوقت شكل وخام الجرانيت اللي هو راكب فيه الأرضية، بحيث إن هي تكون شبه بعضها. فقربنا ليها على قد ما نقدر، ووصلنا البرامج لحل أو لمرحلة ممتازة جدا جدا غير اللي احنا شفناها في أول الفيديو. هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده شغل كله لكهات، يعني عمر طويل جدا بإذن الله. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى ما كنتش طولت عليكم، أتمنى أكون وصلت المعلومة بأقصر الكلمات. وإن شاء الله بإذن الله نلقاكم على خير. استودعكم الله وفي رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.